السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله هنعمل النهارده بسكويت النشادر بالبرتقال. عملنا قبل كده بسكويت الزبده، وعملنا قبل كده بسكويت اقتصادي. عملنا بسكوتات كتير للعيد على القناه. يا رب تعجبكم، واتمنى اللي اول مره يشوف قناتي ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معاكم ايمان من قناه الشيف ايمان الميداني. هنسمي الله كده ونصلي على الرسول ونبتدي في الوصفه بتاعتنا. معايا هنا 350 جرام من السكر البودر، لسه طحناه دلوقتي. لو مش مطحون قبل كده لازم ننخله عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. معايا هنا 250 جرام من السمنة البلدي. ممكن نغير في السمنة، اي نوع سمنة انتوا تحبوه او تفضلوه تقدروا تشتغلوا بيه. طبعا هحطها كده في العجان بتاعي وهخفقها بالمضرب. لو بالمضرب سلك او مضرب يدوي مفيش مشكلة، هي سهلة جدا. احنا كنا بنعمل الحاجات دي بايدينا الاول. معايا هنا كمان نص كوباية زيت. انا عايزة الخليط بتاعي يكون كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هخفقه وهضيف عليه كمان 3 بيضات. هنزلهم بيضة بيضة، يعني هنزل بيضة واشغل. اول ما تروح وتختفي هنزل التانية، اول ما التانية تختفي هنزل التالتة، وهكذا لحد ما اخلص كمية البيض بتاعتي. تمام بالشكل ده. وما ننساش الفانيليا، هنحط الفانيليا دلوقتي عشان بس ريحة البيض. عندك فانيليا بودر مفيش مشكلة. انا حطيت هنا فانيليا كانت سايلة عندي. تمام. كمان عندي كيس فروتي، هاخد منه معلقتين صغيرين، اللي هي بمعدل معلقة الشاي. هخفقهم برضو مع المكونات بتاعتي. وهحط كمان معلقتين من بشر البرتقال. مش حابين ان انتوا تضيفوا البشر البرتقال مفيش مشكلة، بس بيدي تيست جامد جدا للبسكوتة. تمام. هخلص خفق كده لحد ما الاقي الخليط معايا برضو لونه بقى اصفر. هنا معايا نص كوباية عصير برتقال طبيعي. هحط عليه معلقة ممسوحة من النشادر، معلقة ممسوحة من النشادر. ما نزودش يا جماعة عشان البسكوتة ما تفرش مننا ولا النقشة بتاعتها تختفي. تمام. هنخل هنا كيلو دقيق، مهم جدا ان احنا ننخله عشان ندخل فيه الهواء ويبقى بسكوتة منفوشة وجميلة معانا. تمام. هحط عليه برضو معلقة ممسوحة من البيكنج باودر ومعلقتين من بودرة الكاستر. مفيش كاستر ممكن نحط نشا. تمام. وهقلب بقى الخليط ده كده بايديا لحد ما هقلب مش هعجن يا جماعة، البسكوت ما بيتعجنش. هقلب بس لحد ما كل الخليط يمتزج مع بعضه، وهوريكم الشكل اللي احنا هنوصل فيه للنهاية عامل ازاي. تمام. هجيب من فوق ومن تحت كده ومن الجناب علشان بس البولة معايا اتملت، فما كانش هينفع ان انا اقلب بالعجان. تمام. وصلت للشكل النهائي ده بسكوت مكنة يا جماعة، مش بسكوت كيس. المقادير دي بسكوت كيس. احنا عايزين نعملها بسكوت كيس وقمع. هنزود نص كوباية عصير برتقان، او نص كوباية مية عليها معلقة فروتي كده يعني. لو عاملينه بالحليب هنزود نص كوباية حليب عشان يبقى بالأم. انا معايا هنا المكنة دي مكنة كهرباء. ماشي. عايزه اقول لكم اول مره اجربها في البسكوتات، هي اصلا مكنه لحمه. بس زي ما انتم شايفين كده لقيت البسكوته بتقطع معايا، فقلت لا انا كده هقعد طول الليل والتاني يوم كمان عبال ما اخلص كيلو البسكويت، وهي مش مستاهله. حتى جبت بنتي عشان تساعدني وتحرك معايا العجينه، لقيتها برضو إيه مش سلسه معايا. فعملت ايه، رحت جايه حاطه زي ما قلت لكم كده نص كوبايه ميه عليها معلقتين من الفروتي، وقلبتهم ونزلت بهم على العجينه بالتدريج لحد ما بقت سايله كده ومعايا، سهله ان انا احطها في الكيس وبتتشكل معايا بكل سهوله كده في الصينيه بتاعتي. تمام. يعني احنا مش هنعطل على حاجه في الكيس، شغالين في المكنه برضو شغالين. العجينة المكونات بتاعتها في البداية كانت عجينة مكنة، لما لقيتها ثابتة معايا ومش شغالة رحت جايه ضايفة عليها نص كوباية عصير برتقان او نص كوباية مية، حطيت عليها معلقة الفروتي. سويتيها ازاي يا امان؟ على فرن سخن مسبقا على الرف الاوسط على درجة حرارة 180. وطبعا بقيت
اقلب الصاج يعني، الف الصاج شمال ويمين كده عشان النار تطوله من كل الاتجاهات لحد ما وصلت للون الذهبي والنقشه الجميله دي. يا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم. كل سنه وانتم طيبين.